جاهزين لفيديو النهاردة؟ أهلا بكم في فيديو جديد من دورة الفوتوشوب 2024 من الصفر للاحتراف. يلا بينا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هو الدرس الثاني من دروس تعلم الفوتوشوب من الصفر للاحتراف، آخر إصدار 2024. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن واجهة البرنامج وازاي اعمل ملف جديد، واتكلمنا نبذة سريعة كده عن انظمة الالوان CMYK وال RGB. والنهاردة هنكمل من مكان وقفنا المرة اللي فاتت. اول حاجة هنعمل نيو فايل وهنبتدي نعمل فايل جديد. على سبيل المثال مثلا هنعمل فايل اند فيديو ونختار منها HDTV 1080p اللي هي 1920 في 1080. هنختار المقاس زي ما عرفنا قبل كده، وطبعا هنا الاسم بتاع البريسيت ده الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت. طب هنا الريزولوشن 72، هل اسيبه 72 زي ما هو ولا اعليه؟ لو انت هتعمل حاجة تخص فيديوهات يبقى هتخليه على 72 لان ده انسب حاجة مع الشاشات. وطبعا الكالر مود زي ما قلنا ال RGB هو الانسب مع الشاشات او شاشات الكمبيوتر او whatever. هنعمل كرييت. في معلومة برضو كنا عايزين نقولوها المرة اللي فاتت، ان ليه مثلا لما انا اجي اطبع بستخدم CMYK. بص يا سيدي، CMYK بيطلع RGB، بيطلع الالوان. لو انا استخدمت RGB مثلا في الطباعة ايه اللي هيحصل؟ RGB بيطلع الالوان زاهية، بيطلعها تحسها يعني فاتحة وفيها يعني اللون بتاعها زاهي. لكن CMYK بيكتم اللون، وده اللي احنا عايزينه في الطباعة، لان ما ينفعش الالوان اللي انت بتشوفها على الشاشة دي هي تبقى في المطبوعات، هيبقى اللون زاهي جدا، هيبقى شكله وحش. فالCMYK بيكتم اللون، هو ده الفرق. CMYK بيكتم اللون، هو ده الفرق بين CMYK في الطباعة والRGB. لو انت استخدمته في الطباعة، لو استخدمت الRGB في الطباعة هيطلع اللون زاهي جدا. طيب احنا قدامنا التول بانل اللي هي على الشمال اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. التول بانل دي هتستخدم منها حوالي 4-5 ادوات، هما اللي هتستخدمهم كتير في اي ديزاين. وباقي الادوات هتسند بيهم معاك، هم 4-5 اللي هتستخدمهم باستمرار. مش لازم تتعلم كل الادوات دلوقتي وتبقى عارف كل الادوات، ولا بعد كده لازم تتعلم كل الادوات، لان مش كل الادوات هتستخدمها في الديزاين. انت بس محتاج تتعلم الادوات الاساسية اللي هتستخدمها في كل ديزاين وهتسهل لك الدنيا معاك، الادوات المساعدة اللي بتطلع منها. طيب احنا لما بنيجي نحط ايدينا على اي اداة كده، بنحط الماوس على اي اداة كده، بيظهر لك هنا مربع كده في اسم الاداة والاختصار بتاعها. يعني الموف تول مثلا الاختصار بتاعها هو الفي. السلكشن تول الاختصار بتاعها هو الام. فاهمني؟ فانا ممكن بدل ما انا اروح ادوس على الاداة مثلا اروح اختار السلكشن تول، لا انا ممكن اروح دايس ام على طول، هيختار لي ايه؟ السلكشن تول على طول. طيب ايه كمان؟ ايه كمان في كل اداة بيميز كل اداة؟ انت عندك هنا في الاداة بيبقى فيه سهم صغير كده خالص هنا تحت، لما تدوس عليه ضغطة مطولة بيطلع لك الادوات اللي بتكون ايه داخل الاداة. زي مثلا ايه؟ لو اخترنا مثلا السلكشن تول اهو ودوسنا على السهم الصغنن ده، هيطلع لك في ريكتنجل سلكشن تول، في سلكشن تول على شكل دايره، في سلكشن تول على رو، رو يعني على صف، وفي سلكشن تول على كولومن اللي هو عمود. سلكشن تول على شكل صف، وسلكشن تول على شكل عمود، سلكشن تول على شكل ريكتنجل، سلكشن تول على شكل دايره، هكذا. طب انا دلوقتي عايز ابدل بين السلكشن تولز دي مثلا او بين التولز اللي انا عليها، بدل ما ادوس على السهم واختار الاداه وابدل ما بينهم، هعمل ايه؟ هروح دايس على الشيفت والاختصار بتاع الاداه. احنا قلنا السلكشن تول الاختصار بتاعها الام، يبقى انا هدوس على شيفت ام كده اختار لنا الدايره.
طب شيفت ام كده اختار لنا السنجل رو. شيفت ام سنجل كولمن. عندنا مثلا لو في الفايل هنا رحنا كده على الفايل ودوسنا نيو، عملنا ملف تاني اي مقاس مثلا، هيفتح لك تابة جديدة نيو تاب، اللي هي دي اللي فوق. بقى عندك التابة ايه؟ واحد اهي، التابة اللي احنا كنا عليها. التابة 2، ممكن تعمل تابة تالتة، تابة رابعة براحتك. فوصلت. فدي التابات، دي التابات اللي بتبقى موجودة هنا اهي، 1 2 3 هكذا، بحيث ان انت تقدر تفتح ملفات متعددة معاك وانت شغال. ساعات احيانا بتحتاج ان انت تفتح ملفات متعددة. ممكن برضو تعمل نيو دي كومنت هنا، تابع نيو دي كومنت برضو من هنا. فانت عندك الخيارات في الفوتوشوب متعددة، فمش عايزك تشغل بالك بالخيارات الكتير. انا عايزك بس تعرف ايه فايل نيو او كنترول ان على طول الاختصار بتاعها يعمل لك ايه، يعمل لك ملف جديد. دلوقتي هنيجي لموضوع الاوبن. لو انا عايز مثلا افتح صورة جديدة، هدوس على اوبن. هختار مثلا ايه، هروح مثلا على الفايل هنا عندي، هروح على الصورة دي مثلا، هاخدها اهو وادوس اوبن. هيفتح معايا الصورة في تابة جديدة. تمام. طب افرض بقى انا عايز اضيف الصورة في الملف اللي انا شغال عليه، مش عايزها تفتح في تابة جديدة، هعمل ايه؟ هروح اهو على التابة الاولانية اللي احنا فتحناها، هدوس على فايل، وبعد كده هروح على خيار مهم جدا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، وهو بليس امبيد. وبعد كده هختار الصورة اللي انا عايز احطها في الملف اللي عندي او البروجكت اللي عندي، وادوس بليس. هتظهر معايا الصورة ده بالشكل ده في الملف. هبتدي اعمل لها ريسايز زي ما انا عايز، اصغرها اكبرها احركها يمين شمال براحتي زي ما انا عايز. طب افترض بقى ان حصل معاك وانت بتكبر الصورة او انت بتصغرها، حصل معاك كده، عملت ستريتش كده، مطت كده، مش عايزة تكبر معاك بنفس الاسبكت ريشيو اللي هي ماشية بيه. ساعتها هعمل ايه؟ هقول لك يا سيدي هتعمل ايه. شايف السهم اللي فوق، اللينك اللي فوق ده، علامة اللينك دي شبه علامة السلسلة دي، لو مش متفعلة هيبتدي هو يبقى ايه، بيعمل ستريتش على العرض والطول بتاعها. لكن انا عايز اربطهم ببعض، الاتنين يكبروا بنفس النسبة دي. في نسبة بين الطول والعرض، انا عايزهم يكبروا بنفس النسبة مع بعض، بحيث ما اعملش ستريتش في الصورة. هروح دايس على علامة السلسلة اللي فوق دي كده، بحيث يبقى رابط الاتنين مع بعض. كبرت الصورة صغرتها، عايز الغي الصورة دي انا مش عايزها، هروح دايس على علامة الفاي اللي فوق دي. لو عايز الصورة كده تمام، هروح دايس على علامة الصح دي او انتر، او ادوس على دن من تحت. دي حاجة من ضمن حاجات ارفاق الصور. هنتكلم برضو بعد كده عن الموضوع بشكل موسع، بس انا عايزك تعرف دي ايه دلوقتي. لازم تفهم ان الفوتوشوب اي حاجة موجودة في البروجكت بتاعي عبارة عن حاجة اسمها لايرز او طبقات. فين بقى القايمة بتاعت اللايرز دي اللي هي موجودة تحت هنا في البانل اللي في الجنب اللي على اليمين، موجود فيه تابة اسمها اللايرز اللي هي جنب تشانلز هنا في اللاير. طب افرض ما لقيتهاش، هروح على الويندو زي ما قلنا المرة اللي فاتت. الويندو دي فيها ايه؟ كل التولز انت ممكن تخفيها وتظهرها منين. مثلا ادي اللايرز اهي، خفتها، اختفت اللايرز. دوس على ويندو تاني، عايز اظهرها، هروح مختار اللايرز معلم عليها صح، هتظهر معايا. وكذلك في مجموعة التولز اللي قدامك دي كلها. عايز مثلا تظهر التابة بتاعت مثلا 3D، هتدوس هتظهر لك التابة بتاعت 3D هنا اهي. طيب عايز اخفيها، هدوس ويندو وهروح دايس على ايه، على التابة بتاعت 3D. عايزك تفهم بقى موضوع اللايرز ده. اللايرز ده عامل زي الطبقات كده. تقدر يعني نفترض ان هم عبارة عن طبقات بسكوت. يعني طبقة بسكوت، ادي لاير بسكوت، بعد كده لاير كريمة، لاير بسكوت، لاير كريمة، لاير بسكوت، بعد كده اللاير بتاع الشوكولاتة بيغطيهم كلهم. عايزك تثبت المثال ده في دماغك عشان تبتدي تفهم ايه هي اللايرز. لو احنا دلوقتي رحنا جبنا صورة تانية، عملنا بليس امبيد واخترنا الصورة دي، حطيناها،
وبعد كده رحنا جبنا صورة تانية واخترناها وحطيناها، هنلاقي ان الصورة اللي انا جبتها الاخيرة غطت على مين؟ غطت على الصورة اللي انا جبتها، اللي هي الصورة بتاعت الالوان. صورتي غطت على الصورة وبقت الصورة بتاعتي فوق والتانية تحت. طب في الموقف اللي زي ده هعمل ايه؟ او لازم افهم بقى اللايرز هنا شغالة ازاي. هنا دلوقتي انا الصورة بتاعتي اهي فوق الصور، فوق كل الملفات اللي موجودة او فوق كل اللايرز اللي موجودة. طب انا عايز اخلي صورة اللون ده فوق فوق الصورة بتاعتي. هقوم جاي على اللاير بتاعها كده، اختار اللاير بتاعها، انا ببقى عارف اسمها ايه من هنا. وبرضه انا عايز اقول لك نصيحة جميلة، ان انت لما تيجي تشتغل في الفوتوشوب لازم تسمي اللايرز بتاعتك. يعني مثلا دي اللاير بتاعت الكالرز، هنسموها ايه الكالرز، كالرز، ماشي. هنا الصورة اللي فيها صورتي هسميها ايه؟ ماي فوتو، عشان ما تبتديش الدنيا تتوه منك، عشان تبقى عارف انت شغال ازاي. وبرضه هنتكلموا برضه في حاجة في موضوع ترتيب اللايرز ده، بتساعدك وتخليك تبقى راجل بروفيشنال في شغلك، تبقى راجل شغلك بيسرع شغلك. الموضوع ده بيسرع شغلك، الترتيب بيسرع شغلك، ما بيخلكش مثلا انا عايز لاير بتاعت كولرز مثلا، او عايز اللاير بتاعت الالوان دي، اقعد انا ادور على 3000 لاير واقعد الف وسطيهم هي دي ولا هي دي ولا هي دي. لا، انا مسميها، عارف اللاير دي كذا، مسميها لاير الوان، مسميها لاير كذا، مسميها لاير كذا. فانت عندك هنا نقطة الترتيب دي مهمة. خلينا ما نخرجش عن موضوعنا ونتكلم بقى على موضوع ايه اللاير دي دلوقتي فوق اللاير دي. طب انا عايز اخلي اللاير بتاعت الكالرز فوق الصوره بتاعتي، يبقى هدوس على الكالرز كده من اللاير، او هدوس عليها هي ذات نفسها. طب افرض انا مش شايفها، انا مش شايف اللاير بتاعت الكالرز، هدوس على كالرز منين؟ من التابه بتاعت اللايرز. هروح ساحبها كده لفوق، دايس عليها وساحبها لفوق، هتظهر فوق فين؟ هتظهر فوق الصوره بتاعتي. دلوقتي انا عندي لايرز عباره عن مربعات ملونه. انا خدت مثلا التابه بتاعت اللاير كده عشان تبقى جنبي، وهنا زي ما قلنا اللايرز بتاعت كل مربع لما بتحدد عليها بتحدد لك المربع او بتحدد لك الحاجه اللي موجوده جوه اللاير. طب انا دلوقتي اللايرز دي لو اتحطت فوق بعض كده، لو حطيتها فوق بعض، اعرف منين تحت المربع الاصفر ده فيه ايه؟ هدوس كليك يمين على اللاير، هدوس كليك يمين مثلا في المكان اللي انا عايز اعرف فيه ايه اللايرز اللي موجوده فيه، كليك يمين هيبتدي يقول لي في ريكتانجل 3، ريكتانجل 2، ريكتانجل 1، هيقول لي ايه اللايرز اللي موجوده. فلنفترض ان انا سميت اللاير اللي هو المربع الاحمر ده مثلا، سميته ايه؟ ريد مثلا، ريد، سميته ريد. لما تدوس كليك يمين هنا هيبتدي يظهر عندك ريكتانجل 3، ويظهر عندك ريد اللي احنا لسه مسميين، ويظهر عندك ريكتانجل 1 والباك جراوند اللي هي اللاير الاساسيه اللي هي باللون الابيض. طب انا لو دوست هنا مش هيظهر عندك الريد، لان الريكتانجل الاحمر مش تحت هنا، مش تحت المربع الاصفر في الحته دي. طب انا لو دوست هنا هيظهر بس الريكتانجل 1 اللي هو الازرق والباك جراوند. وصلت؟ دلوقتي في حاجه اسمها نيو لاير، طبقه جديده. ازاي اعمل طبقه جديده؟ هروح على السهم اللي هو هروح على المربع اللي جواه علامه زائد دي اللي هو كرييت ا نيو لاير، وادوس عليه، هيعمل لي لاير فاضيه ما فيهاش حاجه. ودي هنعرف بعد كده استخداماتها ونقدر نستفيد منها ازاي. هنا عندك في العلامه بتاعت العين دي، لو انا دوست عليها كده هيبتدي يخفي لي اللاير دي تماما بما فيها. يعني ايه؟ لو اللاير دي فيها مربع ده والمربع ده والمربع ده هتختفي تماما، مش هتبقى ظاهره. لو اتكيت على اللاير دي هنا كده هخفي الباك جراوند، هتبقى لاير فاضيه زي اللاير اللي هي 1. اللي هيظهر عندي يعني اللاير 1 لان هي اللاير الفاضيه. اقدر اخفي اللاير من العلامه بتاعه العين، واقدر ارجع اظهرها تاني من نفس المكان. طب فلنفترض ان انا عايز ادلت لاير معينه او عايز ادلت حاجه معينه، ممكن ادوس عليها وادوس الديليت. طب انا دلوقتي مش شايف اللاير، مثلا عايز ادلت المربع الاحمر من غير ما ادوس عليه وادلته.
هروح رايح على اسم اللاير، مثلا احنا قلنا المربع الاحمر ريد اهو، هروح دايس عليها واروح دايس علامه سله المهملات هنا، او اسحب اللاير ذات نفسها كده واوديها لسله المهملات، هيدلت لي اللاير. طيب انا دلوقتي هاجي اختار السلكشن تول واروح مثلا على اللاير اللي هي بتاعت الباك جراوند مثلا، واختار من السلكشن تول الشكل الدائري، وهبتدي اعمل سلكشن لايه لجزء من الباك جراوند اللي هي البيضه. طيب انا دلوقتي ده اسمه الفري مود. الفري مود ده اللي هو الطول ما بيساويش العرض، بيتحرك بشكل نسبيا يعني نسموه حاليا بشكل عشوائي بمعنى اصح، اللي هو انا لما بحدد من هنا كده بمشي كده بيمشي زي ما الماوس بتمشي، زي ما الكروسر بتاع الماوس بيمشي. طب انا دلوقتي عايز اخلي الطول بيساوي العرض، يعني مخلوش فري مود، اخلي الطول بتاع الدايره بيساوي العرض، يعني نص القطر بتاع الدايره متساوي من جميع الاجزاء، اخليها بشكل دائري ما يكونش بيضاوي. هدوس على الشيفت وانا بعمل الايه السلكت بتاعي. وبرضو لمعلوماتك لو انا عايز اعمل سلكشن واعمل له نقطه ارتكاز، هقوم دايس، وانا دايس على السلكشن هروح دايس شيفت الت، هيبتدي يعمل لي دايره من نقطه الارتكاز اللي انا اخترتها. احنا عملنا دايره مثلا، ممكن عملنا دايره وعملنا لاير فاكوبي، عملنا منها، عملنا السلكشن ده في لاير تانية نسخناه، خفينا مثلا الباك. دلوقتي احنا عملنا السلكشن اللي هو الدايره من الباك جراوند، ممكن بقى نغير اللون بتاعها، مثلا ندخل الصوره بتاعتنا دي جوه الدايره، نختار الصوره وندخلها جوه الدايره. عندنا خيارات كتير ممكن نستخدمها، حاجات كتير ممكن نعملها، هنتكلم على كل ده قدام، مش عايزين نشغل بالنا بيه دلوقتي. خلينا نرجع كنترول زد. دلوقتي هنبتدي نتكلم، نرجع بقى لللاير تاني، عايزين ناخدها حتة حتة. عندنا هنا لما نختار لاير، في عندنا البلند مود. البلند مود ده مش هنتكلم عليه دلوقتي، فيه خيارات كتير جدا. في بقى خيار مهم وهو الاوباستي. لو انا عايز اغير شفافية الصورة، يعني ممكن انا اعملها مثلا كده ايه 42% 48%، هتبتدي تشوف الصورة بتبهت او بتقل الشفافية بتاعتها. طيب دلوقتي هنرجع تاني لللايرز، هنطلع اللاير كده، اللاير تول كده. ايوه عليا، هو في ايه النهارده؟ في ايه النهارده؟ لا 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 لا، في حاجة غلط. طيب احنا دلوقتي هنرجع لللايرز تاني، هناخد اللايرز كده بره. عندنا هنا لو اخترنا اللاير مثلا بتاعت الصورة وجينا هنا، في حاجة دي اسمها البلند مود. البلند مود دي مش هنتكلم عليها دلوقتي، فيها خيارات كتير جدا هنحتاجها جدا، هنتكلم عليها بعد كده. في عندنا الخيار بقى بتاع الاوباسيتي. الاوباسيتي ده اللي هي الشفافية. انا دلوقتي اقدر اقلل شفافية الصورة واعلي الشفافية بتاعتها زي ما انا عايز. في هنا اللوك، اللي بيعمل لوك لللاير. طيب انا دلوقتي الدايره اللي عملت لها سيلكشن دي عايز اغير لونها، الدايره دي عايز اغير لونها. خلينا نصغر ده كده، نجيبه على جنب. الدايره دي لونها زي الخلفيه، فانا عايز اغير لونها للون تاني. هبتدي مثلا اختار لون تاني، مثلا وليكن اللون الاصفر ده. انا دلوقتي عايز اغير لونها، لازم ادوس على اللوك اللي هو هنا ده، ادوس على اللوك اللي هو هنا ده، وبعد كده ادوس كنترول باك سبيس للون اللي تحت، لكن الت باك سبيس للون اللي فوق.
طب لو انا عايز دلوقتي اعمل كوبي لللاير دي من غير بقى كنترول سي او كنترول في مثلا، هروح دايس على الالت كده بكل سهولة واشد اللاير معايا، هتطلع منها لاير تانية، لاير تالتة. آه هتطلع. يعني عايز اعمل نسخ للشكل مثلا، هروح دايس ايه، الت معايا وانا بشد على الشكل. ممكن نخلي ده مثلا بلون تاني اللي هو اللون الاصفر، نخلي ده باللون الاحمر، باللون الاصفر برضو. كده انا بقى عندي ايه، عملت كوبي وعملت نسخ من اللايرز. في شورت كات برضو مهم لو انا عملت سيلكشن وعايز الغي السيلكشن ده، بدل ما ادوس على دي سيلكت او كليك يمين دي سيلكت، انا ممكن ادوس كنترول دي على طول يلغي السيلكشن. اتمنى لحد هنا ان يكون الموضوع سهل شوية. عرفنا النهارده أداة الموف تول وبتعمل ايه، وأداة الريكتانجل تول اللي هي تخص أدوات السلكشن. عرفنا ازاي تعمل نيو لاير، عرفنا ايه هو ترتيب اللايرز والموضوع بتاع الترتيب بتاعها، وازاي تخفي اللاير وتظهرها، ازاي تدلت اللاير، الكلام ده كله. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا النهارده. اشوفكم الفيديو الجاي.